السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم ان شاء الله. النهاردة جايين نعمل مع بعض احلى صينية جلاش لبناتي حبايبي. اوعدكم لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. وزي دايما ما بقول، كل شيخ وليه طريقة. هي دي طريقتي في عمل الجلاش. وهنعرف مع بعض ازاي نعصج اللحمة، وهتعرفوا معايا يا بناتي حبايبي انا بضيف ايه على اللحمه بيخلي اللحمه طعمها تحفه في الجلاش. اقسم بالله الطريقه ديت لو عملتيها ما حد هياكل الجلاش من ايدك الا لما هيسالك عاملاه ازاي. اخر ورقتين من الجلاش حشيتهم بجبنه موتزاريلا وزيتون. هي دي القطعه اللي حشيتها بالجبنه الموتزاريلا. عايزه تضيفي على اللحمه جبنه موتزاريلا براحتك. بصوا الجمال. اتمنى اللي يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير، واللي مش مشترك اتمنى يشترك. يلا بينا نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بنجيب الطاسة الحلة بتاعتنا بننزل فيها بالمادة الدهنية. المادة الدهنية دي حسب الرغبة. تحطي بقى معلقتين سمنة، معلقة براحتك. انا بحط معلقتين كبار من السمنة. نزلت عليهم ب4 بصلات كبار ومقطعاهم مكعبات صغيرة، وقرنين فلفل، واحد احمر وواحد اخضر. عايزاها حامي براحتك. دي نص كيلو من اللحمة المفرومة وفيها نسبة بسيطة جدا من الدهون. هنقلبهم كده مع بعض ونشوحهم تشويحة حلوة جدا. خلاص اتشوحوا ودبلوا معانا. هنحط التوابل: معلقة صغيرة فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بهارات لحمة، ربع معلقة صغيرة من القرفة. ضيف في الاخر معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة الملح، وبقلبها تقلبتين وبنزلها. هنجيب ورقة الجلاش ونفردها بالشكل ده حبايب قلبي. بنكون مسيحين كوباية من السمنة على زيت، واول ورقة بندهنها بالشكل ده. حاجة بسيطة جدا. وهنجيب اللحمة المعصجة ونفردها بالشكل ده. طريقتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. في الحشوة دي لو حابة تضيفي جبنة موتزاريلا براحتك. انا بضيف دايما الزيتون المخلي زي ما انتوا شايفين. حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، وبيخلي طعم تحفة. في الوقت ده انا بلف ورقتين من الجلاش مش ورقة واحدة. بنلفها بالشكل دوت. بنكون مجهزين صينية ودهنينها دهنة من السمنة، ونرص الصوابع بالطريقة ديت او الجلاش بتاعنا بالطريقة دي. خلي بالكم لما نيجي ندهن ورقة الجلاش ندهنها دهنة بسيطة من السمنة علشان ورقة الجلاش ما تتقطعش معاكم. وبنعمل بنفس الطريقة. قلنا حاجتنا سهلة وبسيطة، بس والله اقسم بالله اللي داقه بيقول ايه الطعم التحفة ده وبقى عايز تاني. احنا في الوقت ده قلت باخد ورقتين مش ورقة واحدة من الجلاش، وبنلفها بنفس الطريقة حبايب قلبي. هنعمل لفة الجلاش كلها بالشكل ده، وبنرصها بردك في الصينية. كل سنة وانتوا طيبين حبايب قلبي. يعود علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين بخير. المكون البسيط اللي بنحطه على اللحمة المعصجة هي معلقة صويا صوص. بتودي فعلا طعم اللحمة في حتة تانية. وفي الجلاش الزيتون اللي انتوا شايفينه ده حبايبي فعلا بردك بيدي طعم حلو جدا للجلاش. هي دي طريقتي. خلاص عملنا الصينية كلها بالمنظر ده. هنقطعها بقى على حسب الرغبة. عايزاها الحتة كبيرة صغيرة براحتك. بنكون محضرين الفرن على درجة حرارة 200. بنحطها في الرف الوسطاني، وعلى حسب بقى الفرن بتاعتك. التسوية دي حسب الفرن. لقيتيها خدت لون من تحت بنطفي من تحت ونولع الشواية عليها. دي كوباية من اللبن الحليب، عليها بيضاية، فلفل اسود، حبة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونقلبهم حلو جدا. هنضيف عليهم حبة السمنة والزيت اللي كانوا فاضلين، وبنضيف الكوباية بالشكل دوت على صينية الجلاش. انا بحط زيت على سمنة ليه يا حبايب قلبي؟ الزيت بيدي قرمشة للجلاش، والسمنة بتدي الطعم طبعا بتاع الجلاش. نقلبها بالشكل ده عشان كله يتشرب مع بعضه. اول ما بنخرجها من الفرن عشان تطرى معانا بنغطيها. بصوا الشكل تحفة، مش بقول كلام. قدامكم اهو حبايب قلبي، والف هنا وشفا على اللي كل. اتمنى حبايبي اوعوا تنسوا اللايك اللي انتوا دايما بتنسوه، واللي مش مشترك في القناة فضلا وليس امرا يشترك لي حبايبي. بصوا جمال الجلاش.
والله الطعم خطير. كل اللي داقه قال ايه الطعم بتاع الجلاش دوت، والف هنا وشفا على اللي كل. وانا جيت في الاخر لقيت اللحمه بصراحه ما قضتش عشان كنت واخده بقيه اللحمه. ليه المكرونه البشاميل عملت الصباع ده او الرول ده بجبنه موتزاريلا وزيتون بس، وبرضك طلع تحفه. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي، هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوا الجلاش بالشكل ده. بصوا الجمال. اسيبكم بقى في رعايه الله.